معاكم النهارده الناجتس اللي كل ولادنا بيحبوها بطريقه جميله جدا جدا، والطعم خطير. جربوها بالطريقه بتاعتي دي، جميله جدا جدا. وكمان هعمل معاكم الصوص اللي بيتقدم معايا في المطاعم، خطيره. تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا انا عملت الفراخ الناجتس الجميله دي والكفرنج بتاعها الجميل ده ازاي اهي، شايفين؟ والصوص الجميل ده. شوفوا بقية الفيديو عشان تعرفوا انا عملتهم ازاي. نعمل الناجتس محتاجين ده، عندنا صدر فرخة مفروم في الكبة اهو بالشكل ده، ومعانا كمان هنضيف عليه 3 معالق كبار. اهم حاجة نفرمه ناعم. 3 معالق كبار من البقسماط البودر. انا عملت البقسماط ده جاهز في البيت، عليه توابله وكل حاجه. لو محتاجين تشوفوا انا عملته ازاي ادخلوا على الفيديو، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، ادخلوا شوفوا انا عملته ازاي. واللي مش عنده بقسماط بودر يقدر يحط اي نوع فيجيتار فراخ، بس البقسماط بيدي تماسك للناجتس بتاعتي وبيخليها جميله جدا. ادي 3 معالق كبيره من البقسماط البودر، ومعانا كمان 3 معالق كبيره من اي خلطه فراخ مقرمشه اهي، او بقسماط عادي اهو. نضيف هنا ادي معلقه 3 معالق بالشكل ده. ومعانا التوابل اللي هنستخدمها، معانا هنا ميكس من التوابل، معانا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسمر، حبهان، بهارات فراخ، حطيت ايه كمان، وربع معلقه صغيره من الملح. الملح طبعا على حسب اللي انتوا تستخدموه، لان انا حاطه خلطه الدجاج المقرمش اللي هي الفيجيتار او فيجيتار، بيبقى عليه اصلا توابل وملح. فهناخد معلقتين صغيرين من ميكس التوابل ده. اي توابل عندكم هتقدروا تستخدموها بتحبوا طعمها بالشكل ده. ونعجن بقى الخليط ده كله كويس جدا جدا، وهرجع اوريكم هعمل ايه. ادي عجينة الناجتس، شايفين بقت ماسكة نفسها ازاي اهي. انا فضلت اعجن فيها، زودت كمان عليها ربع كوباية من اللبن. اللبن بيخلي الفراخ طرية من جوه، وضفت ليها ربع كوباية لبن زي ما قلت. لو مش حابين تحطوا لبن حليب ممكن تحطوا معلقتين لبن بودر، بيديها برضو طراوه حلوه. وفضلت زودت عليها بقسماط لغايه اما لمت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لما اقدر متماسكه، اقدر عجينه اقدر اشكلها زي ما انا عايزه. فانا زودت برضو بقسماط، يعني حوالي زودت 4 معالق كبيره تاني بقسماط. ما تلتزموش قوي بالكميه، انتوا هتزودوا لغايه ما تتلم معاكم بالشكل ده وتبقى متماسكه بالشكل ده، ان احنا نقدر نشكلها بالشكل ده. وبقت جاهزه معانا عجينه الناجتس، هنبدا نشكلها بقى مع بعض. هوريكم اشكلها ازاي، اجيب طبق واوريكم اشكلها ازاي. هنبدا بقى مع بعض، هناخد قطعه كده اهي ونلفها كده بالشكل ده بايدينا كده اهو، ونحاول نظبط شكلها على قد ما نقدر اهي، واظبط الشكل بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي الناجتس اللي بنشتريها من بره اللي هي بتبقى مربعة كده بالشكل ده اهي اهي. والسمك بتاعها اللي هو ولا رفيع عشان ما تنشفش معايا، ولا تخين، اللي هو وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه في ايدي ده اهيت اهي. شايفين اهو الشكل بتاعها اهو. هعمل بقية الكمية بنفس الطريقة دي اهي، وهدخلها التلاجة او الفريزر لمدة ربع ساعة، تسيبها ترتاح وتثبت على الوضع بتاعها والشكل بتاعها ده. وبعدين هنطلعها نعمل الكفرنج بتاعها واوريكم بتعمل الكفرنج ازاي وبنقليها ازاي. ادي الكمية بتاعتي بعد ما عملتها، طبعا لسه في بقية الكمية. بقية الكمية بقى بحتفظ بيها في طبق فل وبشيلها في الفريزر عندي، ووقت الاستخدام بطلعها على طول، حمرها في الزيت، احطها في التتبيلة. ممكن تحطوها في التتبيلة الاول اللي هي الكفرنج اللي على الوش، وبعدين تبقوا تدخلوها التلاجة وتطلعوها تقلوها على طول جاهزة. وممكن تدخلوها كده ولما تطلعوها تعملوا لها الكفرنج وتحطوها فيها وتقلوها اهي بالشكل ده. انا هدخلها بقى الفريزر 10 دقايق او ربع ساعة على ما اجهز الكفر اللي هحطه عليها، واوريكم هنكملها ازاي.
هنا الكفر بتاعي، معايا هنا بقسماط على فيجيتار، ومعايا هنا الخلط الكريسبي اللي هي بتخليه مقرمش، او كورن فليكس وهنطحنه نص طحنه بالشكل ده، او هتلاقوه عند العطار اسمه كريسبي. ومعانا هنا لبن، ممكن تضيفوا على اللبن ده بيضايه. بس كده هنبدا بقى مع بعض. هاخد قطعه من الستريبس بتاعي اهو، بعد شايفين بعد مسك نفسه بعد ما اتحط في التلاجة بالشكل ده، وهننزل بيه في البقسماط مع الفيجيتار بالشكل ده كده اهو. نسيت اقول لكم كمان ان انا حاطه معلقه كبيره نشا على الفيجيتار والبقسماط ده. بعدين هننزل هنا في اللبن بتاعنا بالشكل ده كده، يعني يفضل يكون ساقع من التلاجة. ومعانا ننزل في الكريسبي كده او في الكورن فليكس بتاعنا بالشكل ده، ونغطيها اهو، وندوس عليها بحيث ان هو ايه يجمد على الوش معايا. بس كده، ونجيب اي طبق عندي وننزل بيها بالشكل ده، وهكمل بقية الكمية وهحطهم 10 دقايق او ربع ساعة في التلاجة او في الفريزر يجمدوا، بس عشان ما يوقعش من على وشه الكورن فليكس والبقسماط وهو بيتقلي. وبس كده هكمل الكمية وهوريكم هعمل ايه بعد كده. بعد ما سيبنا بقى الفراخ معانا في الفريزر حوالي ربع ساعة، معانا طاسة بقى فيها زيت سخن اهو، زيت سخن جدا، يعني درجة حرارته تكون سخنة جدا. هننزل بقى بالفراخ معانا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، قطع قطع اهو بالشكل ده. طبعا انا مكبره حجم الناجتس شويه، هي بتبقى اصغر من كده في الطبيعي لما بنشتريها من بره، بس انا مكبراها شويه عنها، فالحجم انتوا تقدروا تتحكموا فيه براحتكم. وطعمها لذيذ وريحتها خطيره، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا اهي. ومش هقلبها خالص زي ما قلت لكم، حوالي 5 دقايق كده، وبعدين هوطي عليها عشان تستوي كويس من جوه، ومش هقلبها غير لما تحمر خالص على الجنب التاني هبدأ اقلبها. وبس كده، شايفين انا لسه معليه النار اهو، مجرد ما عدى كده شفتها لونها القشره من فوق ثبتت كده بالشكل ده، يبقى ده وقت التقليب بتاعها. هقلبها وهقلبها تاني على الناحيه التانية، يعني انا هقلبها كده اهو، وهسيبها متعلي عليها النار و5 دقايق كمان، وهقلبها على الجنب التاني، وهخلي بقى النار وسط عشان تستوي كويس من جوه اهي. بس كده هطلعها بقى كلها وهوريكم شكلها بعد ما تستوي. على لما الفراخ تستوي هنجهز الصوص اللي بنجيبه من بره مع الناجتس، بيكون في كل المطاعم بره، مع يتقدم مع الناجتس او مع اي فراخ كريسبي. هنبدأ مع بعض. معانا مستردة اهي، هننزل بحوالي معلقتين كبار من المستردة، ومعانا كمان هننزل عليها بمايونيز، حوالي برضو معلقتين كبار كده من المايونيز. ومعانا كمان معلقتين كبار من الكاتشب نحط. ومعانا كمان معلقة كبيرة من الهوت صوص، او معلقتين كبار اللي بيحب الحاجة حامية اهو. بس كده، وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض بالشكل ده اهو. شايفين عايزة اعمل لكم زوم عليه كده اهو، شايفين قد ايه القوام بتاعه جميل.
مظبوط وجميل جميل جدا جدا. هو ده الصوص اللي بيجهزوه لنا بره. ممكن لو عندكم خيار مخلل صغير بتقطعوه وتحطوا فيه الخيار المخلل وبتقدم مع الوجبة بتاعتنا وبس كده. ادي شكل الناجتس اهي بعد ما اتعملت، شايفين قد ايه جميلة جدا جدا. وادي الصوص بتاعنا اهو جاهز معانا للتقديم. انصحكم تجربوها بالطريقة دي. متنسوش طبعا لو مش مشتركين في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير. افتح معاكم بس واحدة اوريها لكم، حابة اوريها لكم من جوه اهي. شايفين شايفين قرمشة خطيرة جدا جدا والطعم رائع، جميلة جدا جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم. اشوفكم على خير. باي باي.